بيكم. النهاردة هنمسك موضوع ممكن يبان كبير ومعقد ونبسطه سوا خطوة بخطوة. هنتكلم عن إزاي الآلات بتتعلم، وهنبني مع بعض حاجة نقدر نسميها المتنبئ الذكي، عشان نفهم بالظبط إزاي الآلات دي بتقدر تستوعب العالم حوالينا وتتوقع اللي هيحصل فيه. وعلشان الموضوع يبقى واقعي وملموس، خلينا نطبقه على مشكلة كلنا ممكن نتعرض لها، وهي إزاي ممكن آلة تتوقع سعر بيت معين. دي مشكلة بتجمع ما بين الأرقام والبيانات من ناحية، والحدس والخبرة من ناحية تانية. ودي خريطة الطريق بتاعتنا للرحلة دي. هنبدأ بتنبؤ بسيط جدا، وبعدين نزود التعقيد شوية ونشوف إزاي محرك التعلم نفسه بيشتغل وإزاي نقدر نحسنه ونظبطه، وفي الآخر خالص هنشوف لو في طريقة تانية مختلفة ممكن توصلنا لنفس الهدف. تمام، يلا بينا نبدأ بالجزء الأول، التنبؤ البسيط. هنا البداية هتكون من أبسط شكل ممكن، هنعتمد على دليل واحد بس عشان نحاول نخمن السعر. في الأول خالص المتنبئ بتاعنا ما عندوش غير معلومة يتيمة يشتغل بيها، وهي مساحة البيت. يعني كل اللي يعرفه هو كام متر مربع وبس. وعلى أساس المعلومة دي الآلة بتعمل أول تخمين ليها، واللي بنسميه الفرضية. الفرضية دي عبارة عن معادلة بسيطة جدا، مجرد خط مستقيم بيحاول يربط بين المساحة والسعر، زي اللي كنا بنعمله في الجبر زمان. بس طبعاً في الحقيقة البيت مش مجرد مساحة، فمعلومة واحدة أكيد مش كفاية أبداً عشان نوصل لتنبؤ دقيق. وده اللي هيدخلنا للجزء التاني، وهو إننا هنضيف شوية تعقيد للموضوع. بالظبط كده. الاعتماد على ميزة واحدة بس عامل زي ما يكون حد بيحاول يحل بازل وهو معاه قطعة واحدة بس، الصورة عمرها ما هتكتمل. فالنموذج بتاعنا محتاج سياق أوسع، محتاج بيانات أكتر عشان يبقى أذكى. وهنا بقى النقطة المهمة، إحنا نقدر نضيف خصائص تانية كتير، حاجات زي مثلاً عدد غرف النوم، عدد الأدوار، وحتى عمر البيت نفسه. كل دي معلومات هتساعد. وشايفين هنا الفرق واضح إزاي؟ على الشمال كان عندنا ميزة واحدة بس، دلوقتي بقى عندنا مميزات متعددة، وده بيخلي معادلة الفرضية بتاعتنا بتكبر وتتطور عشان تدي لكل معلومة جديدة وزنها وأهميتها الخاصة في تحديد السعر. طيب جميل جدا، النموذج بتاعنا دلوقتي بقى عنده بيانات أكتر ومعلومات أغنى، وده بينقلنا للجزء الثالث والأهم، محرك التعلم. السؤال هنا هو إزاي الآلة بتتعلم بنفسها تدي الوزن المناسب لكل معلومة من دول؟ الحكاية بتبدأ بأن الآلة بتقيم أدائها، بتقيس هي غلطانة بنسبة قد إيه، وده بيحصل عن طريق حاجة اسمها دالة التكلفة. ببساطة دي زي كارت النتائج بتاعها، بيحسب لها مجموع الأخطاء في كل تخميناتها، والهدف طبعاً إننا نقلل الرقم ده على قد ما نقدر. واللي بنشوفه هنا هو المعادلة الرياضية اللي بتحسب التكلفة دي. هي بتعمل إيه؟ بتاخد الفرق بين السعر اللي الآلة خمنته والسعر الحقيقي، وبعدين تعمل للمجموع ده تربيع عشان تتخلص من أي إشارات سالبة وتكبر الأخطاء الكبيرة. في الآخر بتجيب المتوسط عشان تدينا رقم واحد بس يعبر عن مدى الخطأ. طيب إيه الحل عشان نقلل التكلفة دي لأقل درجة ممكنة؟ الحل في خوارزمية ذكية جدا اسمها الانحدار التدريجي أو gradient descent. عشان نتخيلها فكر فيها كأن حد ماشي على تلال في وسط الضباب ومش شايف الطريق. هو بيبدأ من أي نقطة عشوائية ويبص حواليه ويدور على أكتر اتجاه منحدر لتحت، وياخد خطوة صغيرة في الاتجاه ده، ويكرر الموضوع ده تاني وتالت لحد ما يلاقي نفسه وصل لأوطى نقطة في الوادي ومفيش مكان ينزله أكتر من كده. المعادلة دي بقى هي ترجمة رياضية للخطوة اللي كنا بنتكلم عليها. دي القاعدة اللي بتقول للآلة إزاي تعدل كل الأوزان بتاعتها تعديل بسيط مع كل خطوة، بهدف إنها تقلل الخطأ الإجمالي شوية بشوية. ممتاز، المحرك بتاعنا بدأ يشتغل وبيتعلم، لكن هل ممكن نخليه يشتغل بشكل أكفأ وأسرع؟ أكيد، وده اللي هنشوفه في الجزء الرابع، ظبط المحرك. عندنا هنا نصيحتين مهمين جدا عشان نحسن عملية التعلم. أول مشكلة ممكن تقابلنا هي مشكلة المقياس. يعني إيه؟ يعني خوارزمية الانحدار التدريجي ممكن تتلخبط لما تلاقي إن الخصائص اللي بتتعامل معاها مقاييسها مختلفة قوي عن بعض، زي مثلا مساحة البيت اللي ممكن تكون بالألافات وعدد أوض النوم اللي هو من 1 ل5. والحل هنا هو حاجة اسمها feature scaling أو قياس الخصائص. الفكرة كلها إننا بنعيد تحجيم كل الخصائص دي عشان تبقى في نطاق قريب من بعض، زي مثلا من 0 ل1. بكده الخوارزمية بتقدر تتعامل معاهم كلهم بنفس الأهمية وما بتتحيزش للرقم الأكبر. النصيحة التانية بقى ليها علاقة بحاجة اسمها معدل التعلم أو ألفا،
وده ببساطة حجم الخطوة اللي الخوارزمية بتاخدها وهي نازلة. لو الخطوة دي صغيرة قوي، عملية التعلم هتبقى بطيئة جدا، ولو كبيرة قوي ممكن تفوت النقطة المثالية وتفضل تتنطط حواليها من غير ما توصل لها. يعني الحكاية كلها موازنة. إحنا محتاجين نلاقي معدل التعلم المثالي اللي هو لا كبير قوي ولا صغير قوي، لازم يكون مظبوط عشان نوصل للهدف بأسرع وأكفأ طريقة ممكنة. الانحدار التدريجي طريقة فعالة جدا ومستخدمة على نطاق واسع، بس هي مش الطريقة الوحيدة، وده اللي هيخلينا نروح للقسم الخامس والأخير. هل في طريقة تانية ممكن توصلنا للإجابة؟ الإجابة هي في طريقة تانية اسمها المعادلة الطبيعية أو النورمال إيكويجن. الطريقة دي تحليلية أكتر، وبتقدر تحسب الأوزان المثالية بشكل مباشر في خطوة واحدة من غير ما تحتاج لكل الخطوات التكرارية بتاعة الانحدار التدريجي. فكده بقى عندنا طريقين بيوصلوا لنفس الهدف. الانحدار التدريجي بيعتمد على التكرار ومحتاج نختار له معدل تعلم، بس بيشتغل كويس جدا مع البيانات الضخمة. أما المعادلة الطبيعية فمش محتاجة تكرار ولا معدل تعلم، لكن ممكن تبقى بطيئة جدا لو عدد الخصائص كبير قوي. وده بيورينا فكرة جوهرية في تعلم الآلة، دايما في أكتر من أداة ولكل أداة مميزاتها وعيوبها. كل ده بيوصلنا لسؤال أخير مهم جدا وبيفتح باب كبير للنقاش. لو إحنا ممكن نزود خصائص ومعلومات أكتر وأكتر عشان نحسن التنبؤات بتاعتنا، طيب إمتى المفروض نقف؟ إزاي نعرف اللحظة اللي المعلومة الإضافية فيها هتبطل تكون مفيدة وتتحول لمجرد دوشة بتلخبط النموذج بتاعنا أكتر ما بتساعد؟